في مباراة الهلال وسالزبورغ النمساوي قدم حسان تنبكتي مجهود كبير وظهر بمستوى عالي، لكن فجأة المدرب قرر يطلعه وينزل بداله علي لاجامي. التبديل هذا فتح باب التساؤلات، هل مشاركة علي البليهي في تشكيلة الهلال صارت شبه مستحيلة؟ القرار ما كان بس تغيير لاعب، كان رسالة واضحة من إنزاغي، البليهي ما عاد هو الخيار الأول ولا الثاني، هو الثالث. إذا استمر الوضع كذا ممكن يخرج من القائمة نهائيا. وأنا أقلب في السوشيال ميديا كنت يعني أتوقع هجوم على المدرب أو تعاطف مع البليهي، لكن اللي صار العكس تماما. الجمهور الهلالي وبشكل نادر كان كله على قلب واحد واقف مع إنزاغي ومؤيد للتبديل، كأن الكل متفق أن وقت البليهي بدأ يخلص وأن الجيل الجديد من المدافعين لازم ياخذ فرصته. هذا التبديل الصغير على الورق كان كبير جدا في معناه، يمكن بداية نهاية حقبة وبداية صفحة جديدة في دفاع الهلال. الموسم الجاي بيحطونها 10 11. انا اساسي. انت اساسي واثق 100%. وهذه كانت آخر أخبارنا في برنامجنا مين مكسر الكورة. كان معاكم أخوكم إبراهيم الطلاسي، ولا تنسون تشتركون في قنواتنا. سلام عليكم.